مسألة التأشيرات للسودان بتلاقي صعوبة شديدة جدا، وأنا نفسي تدخلت شخصيا في الموضوع، فعرفت ان هو 5 تأشيرات يوميا فقط دول اللي بيسمح بيها. ده اللي قاله في السفارة. وفي ناس كتير بتعاني، وفي ناس جت للجريدة وبتعاني جدا من التأشيرات وصعوبتها وطول الفترة اللي بيتوافق عليها التأشيرات دي. شكرا جزيلا. طبعا نحن كان الأشقاء في مصر يدخلون بلا تأشيرة، ولكن في تصاعد الاتهامات الإعلامية التي ظلت تتحدث عن دخول رهابيين إلى السودان فرضنا هذه التأشيرة، ولم تكن محاولة للتضييق على أي شقيق مصري، إنما لحماية أمننا في الجانبين. ولكني أود أن أشير إذا كانت 5 تأشيرات فقط، فأنا من هذا المكان سأتوجه إلى السفارة مباشرة، والسيد السفير موجود ونائب السفير موجود والقنصل موجود. إذا كان يعطي 5 تأشيرات فقط فإنه يضيع راتبا يجب أن يرجع به إلى السودان لأداء عمل أفضل هناك. أنا متأكد بأن هنالك خطأ ما يجب أن يعالج. هذا لا أقوله ثقة في إخواني هنا، ولكن إن كانت هنالك إشكالية علينا أن نعمل على حلها. 2500 500. لا خلاص، لو في صعوبة نحلها إن شاء الله. إذا أذن معالي الوزير، هو ده بالتأكيد أمور كلها تم تناولها في اللجنة القنصلية الاستثنائية اللي عقدت واللي اتسمت بتعاون على مستوى كبير، واللي أزاحت كثير من العقبات على الجانبين، وهذا هو ما اتفقنا أيضا على استمرار تفعيله. ونحن على ثقة بأنه هذه الأمور عندما تقر من جانب مصر ومن جانب السودان فالهدف منها هو مصلحة البلدين وبشكل متقابل. فنحن نقدر كل الجهود اللي بيبذله السودان للحفاظ على المصالح المصرية كما تحرص مصر على أيضا المصالح السودانية. وأنا بس إذا سمحت لي معالي الوزير تعقيبا على قضية الإرهاب، بالتأكيد أن قضية الإرهاب وحماية الحدود قضية هامة، فليس هناك من يستطيع أن يقاوم هذه الظاهرة منفردا، وإنما دائما كانت الدعوة المصرية هي بأن يتم التناول شامل لهذه القضية، وأن نعمل بالتعاون الوثيق ليس فقط فيما بين الأشقاء ولكن على مستوى المجتمع الدولي، وأن كل الآليات متاحة لبلورتها والاتفاق عليها لتعزيز قدرتنا على حماية مجتمعاتنا في مصر والسودان خصوصا من هذه الآفة، خاصة في ظل الاضطراب الذي يحيط بنا في ليبيا، في دول أفريقية شقيقة أخرى، واحتمالات النفاذ وعدم وجود الإحكام الكافي لهذه الحدود والإمكانيات الضخمة اللي يتم إنفاقها تقتضي منا تعزيز الآليات التعاون والمشاركة حتى نطلع بمسؤولياتنا بشكل مشترك في حماية شعوبنا. شكرا. لعلي أضيف فقط مسألة بسيطة في قضية التأشيرات. لعله بين السودان ومصر الدولة الوحيدة التي لنا معها لجنة للشؤون القنصلية تعمل بصورة راتبة، يرأسها من السودان وكيل وزارة الخارجية، ومن جانب المصري الأخ معالي مساعد الوزير للشؤون القنصلية معالي السفير أحمد فاضل. آخر لقاء كان قبل أسابيع قليلة، واتفقنا اليوم على لقاءات راتبة لهذه اللجنة لأنها تتعلق بمصالح الناس في البلدين، وقامت بحل كثير من المشاكل. شكرا. سيادتك في اللقاء الأخير في العاصمة السودانية الخرطوم كان هناك حديث عن الميثاق الإعلامي، وسيادتك وجهت حاليا النداء للإعلام، ولكن أليس الإعلام هو من يقوم بنقل التصريحات الخاصة بالقادة أو الخاصة بالمسؤولين؟ كان هناك في الفترة الأخيرة حالة تصعيد غير مسبوقة من الجانب السوداني. الجزئية الثانية، سيادتكم تحدثت عن العلاقات ما بين الشعبين المصري والسوداني، أين هي أو أين هو حظر المنتجات المصرية من دخول السودان؟ ربما هناك حديث حول لجنة فنية أو غير ذلك، يعني ما هو تعليقكم على ذلك؟ شكرا جزيلا. نعم، الإعلام ينقل تصريحات المسؤولين. أنا أؤكد لك لا يوجد تصعيد من الجانب السوداني. نحن حدثت علينا هجمة من الشمال والجنوب، لا أريد أن أدخل في تفاصيلها، وضعت التفاصيل بين يدي معالي الأخ الوزير،
ولدى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس من المصلحة أن أدخل في تفاصيلها هنا، لكن نؤكد كل ذلك حرصا على هذه العلاقة. الأمر الثاني هو قضية المنتجات الزراعية، هو أمر فني لكنه جاء في الوقت الخطأ، باعتبار أنه جاء في وقت أن هنالك شد وجذب بين البلدين. لكن أقول لك اتفقنا أيضا على أن الآليات الفنية يجب أن تجلس، لأن مصالح الناس أولى بأن تراعى، سواء كانت مصلحة التجار أو مصلحة المواطن المستهلك. كل ذلك يبنى على معلومات فنية بحتة ليس فيها لا شأن سياسي ولا وراءها أجندة أخرى. عربية. يعني إذا كان الاجتماع اليوم تم الاتفاق فيه على يعني إزالة كل العقبات والخلافات، هل نتوقع تراجعا عن القرارات الأخيرة المتعلقة بحظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية وفرض تأشيرة على المصريين الداخلين إلى السودان، وأيضا عن التصريحات المتعلقة بتورط مصر في النزاع في دارفور؟ هل نتوقع تراجع عن كل هذه التصريحات؟ شكرا جزيلا. بالنسبة للمنتجات الزراعية لأجل شرط لذلك القرار لم يكن وليد اللحظة ولا مرتبط بدخول الحركات الدارفورية من ليبيا ومن جنوب السودان لداخل السودان. القرار سبق ذلك ومبني على معطيات فنية ويجب أن يحل في نفس الإطار. الأمر الثاني قضية الاتهامات، أنا لا أقول نتراجع عنها، لكن ما وضعته من معلومات اليوم هو ما يجب أن تتدارسه الأجهزة المعنية لتصل فيه ما إذا كانت تلك ما سميته ادعاءات كان مستندا إلى معلومات أم كان جزافا. بالتالي أنا أكرر اللقاءات الثنائية بين الأطراف المعنية والتي وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بانعقادها، وكذلك وجه الرئيس البشير في الخرطوم، هي التي يمكن أن تحل كل هذه الإشكالات. محمد عاطف، قناة الغد. بسأل حضرتك بس مصير المشروعات المشتركة بين مصر والسودان سواء في مجالات الطاقة أو مجالات الزراعية وغيرها، كيف تبدو بعد هذه الجلسات والنقاشات؟ المشروعات المشتركة تستمر، واتفقنا على الاتفاق على آليات جديدة. نتمنى أن نعود إلى برلمان وادي النيل وإلى تكامل اقتصادي كامل، وبالتالي ما ناقشناه اليوم هو أننا نريد أن نبني على صفحة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين، اقتصادية، سياسية، ثقافية، اجتماعية، تنسيق ثنائي إقليمي ودولي. شكرا. أنا بس أعلق على السؤال فيما يتعلق بالسياسة المصرية ثابتة بأنه هذا التكامل القائم بين مصر والسودان هو الذي نستطيع من خلاله أن ننهض اقتصاديا ونوفر حياة أفضل لشعبي المصري والسوداني. هذه المشروعات المشتركة تفتح مجالات واسعة، لا يعقل أن تلجأ مصر لاحتياجاتها في بعض السلع من دول تبعد آلاف الكيلومترات، والسودان لديها ما نستطيع أن نستفيد ونفيد المجتمع السوداني به. كل هذه الآليات سواء النشاط التجاري أو الاقتصادي أو الزراعي أو الثروة الحيوانية متاحة. الاستثمارات السودانية أيضا وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق المصرية، العلاقات اللي أشار إليها معالي الوزير بما فيها العلاقات البرلمانية، كل ذلك من شأنه أن يعزز العلاقة، ولكن لابد أن يكون هذه العلاقة مردودة على المواطن العادي، وأن يشعر بهذا التكامل وهذا الارتباط الوثيق. وهذه هي سياسة مصر، سياسة البناء، سياسة المصلحة المشتركة، سياسة الاحترام الكامل لكل ما يربطنا، والاحترام الكامل لسيادة السودان، استقرار السودان. السودان القوي هو دعم لمصر كما هي مصر دعم للسودان، وهذه هي المعاني التي نحرص دائما على تأكيدها، والتي حرص السيد الرئيس فتح السيسي اليوم لإعادة تأكيدها للمعالي الوزير بما هو مقتنع به تماما، بأن مصر سياستها هي سياسة البناء، سياسة الأخاء، سياسة العمل المشترك من أجل الخير، وليس بأي حال من الأحوال أن مصر أي فائدة
على الإطلاق من أي شيء يكون له أي أثر سلبي على السودان. وأتصور أنه درجة الوثوق والاطمئنان لدي معالي الوزير من خلال هذه المشاورات واللقاءات أرجو أن تكون قد تعززت، وهذا إقرار مرة أخرى بأننا نسير معا. شكرا جزيلا. وتذكروا وصيتي التي قلتها لكم. شكرا جزيلا.